لو انت هتبدأي مع الصغنن وتأسسيه كويس، تعالى اقول لك هتأسس ازاي. الكتاب ده وكمان ده وده، تعالوا بينا نشوفهم مع بعض. كتاب كيدز بوك مش مجرد كتاب حروف، بيتعلم طفل منه ازاي يتعرف على الحروف واصواتها ويميز ما بينهم. كمان حطينا موضوعات مهمه جدا لازم الطفل يكون عارفها قبل ما يدخل المدرسه، وكل كلمه فيه هيسمع نطقها صوت وصوره بتقنيه QR كود عشان يعرف يسمع صح وينطق صح. عرفتي ليه احنا سميناه كتاب كنوز؟ عشان الكتاب ده مليان انشطه وتقييمات على كل حرف بيتعلمه. الكتاب ده خليط مخلط بنكهه المونتسوري عشان طفلك يتعلم اللغه العربيه وهو مبسوط. وضعنا حل لمشكله الحروف المتشابهه عشان طفلك يعرف يميز ما بينهم بدون اي تشتت. شايف الكتاب ده اسمه كتاب كيدز سكيلز. ده اول كتاب بيساعد الطفل على تشغيل كل فص في مخه، يطور من ذكائه ونكتشف قوه ملاحظته وكمان ادراكه المعرفي. اول كتاب صمم خصيصا للاطفال ADHD والتوحد، صعوبه التعلم، وكمان الاطفال ذو الاحتياجات الخاصه. انت عارفه ان الكتاب بيهتم بالنمط المعرفي للتعلم الحديث، يتعلم عن الوظائف وعن الاشكال والالوان وكل ما محيط به الطفل. الكتاب بيحتوي على العاب كتيره قوي زي الاختلافات والمتاهات وفايتنج جيم، وكمان ألعاب مع الخطأ بتخلي عنده تركيز رهيب لاكتشاف أي خطأ موجود في الصورة. ده غير طبعا ألعاب وصف الصور وسرد القصص يساعده على التعبير أي حاجة محيطة حواليه. هنعمل مراجعة سريعة على الأرقام والحروف كلها. ده غير طبعا تريس اللاين عشان يقدر يقوي عضلات إيديه، والرسم والتلوين الجميل اللي هو بيحبه عشان نكتشف إبداعه كلنا.